السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ممكن يستغرب البعض أو يقول الكثير كيف البنت حفصة فازت بهذه الجائزة تبع أفضل بودكاست. الغريب يجب أنك لا تستغرب من هذا الشيء. لماذا؟ لأنها هي في مشروع، أو بمعنى آخر فوزها بهذه الجائزة يؤكد كل ما قيل فيها، بأنها تحمل مشروع ضد الدولة الجزائرية وضد المرأة الجزائرية. كيف يعني؟ لو تتذكر الفترة التي دخلت فيها إلى الجزائر مع ذلك الشاب، ماذا كان يجري في الساحة بصفة عامة؟ كانت هناك مظاهرات من أجل الخروج، من أجل إسقاط النظام. تمام. فكان تحريض قوي من تركيا، من قطر، من فرنسا، يعني من أوروبا ومن آسيا ومن قطر. تمام. ومن تركيا تحديدا. ما هي الغاية؟ الغاية خلق فوضى في الجزائر، ما يسمى بالفوضى الخلاقة. تمام. وهذا المشروع مشروع عولمي، مشروع غربي لضرب الدولة الجزائرية. هذا المشروع تحديدا كان يمشي على أكثر من محور. المحور الأول أنهم لما خرجوا في سفينة قافلة الصمود واعتقلوا ذلك الشخص، تمام، في تلك الليلة التي كان مقرر فيها الخروج، تمام، في المظاهرات، في تلك الليلة اعتقلته سفن الاحتلال. لما اعتقلوه من أجل ماذا؟ من أجل أن باش غدا صباحا تخرج جماعته يقولون نحن نخرج نطالب بإطلاق سراحه، يعني الدولة تتحرك من أجل إطلاق سراحه. وهو خرج في تنسيق مع تركيا ومع إسرائيل، يعني العمل الذي يمارسه هي خيانة عظمى. تمام. في نفس الوقت أو في الوقت نفسه جاءت هذه البنت، تمام، وراحت لمقام الشهيد هي والمجموعة اللي أنتم عارفينها. ماذا كانت الغاية؟ كانت الغاية دفع البنت الجزائرية للخروج. لما أي بنت عايشة في دوار، عايشة في قرية، عايشة في مدينة، في أي مكان، لما تشوف هذه البنت البسكرية اللي كسرت كل الحدود وعاشت هذه الحياة، يعني وصلت إلى هذا الوهم ما يعتبرونه النجاح، فكل بنت راح تخرج تقول لك ما فيش مانع أنا أخرج، يسقط النظام ونعيش مثل ما عاشت حفصة. تمام. النقطة الثالثة كما تعرفون كذلك حصل أو انطلقت أحداث في المغرب. أحداث المغرب التي انطلقت فجأة، الغاية ما هي؟ الغاية منها دفع الشعب الجزائري للخروج، مثل ما حصل في 2011. تحركت تونس، تحركت مصر، تحركت سوريا. فكانت عبارة عن خطة لاستفزاز أو لتحريض أو لحظ الشعب الجزائري والشباب الجزائري للخروج. فهمت الفكرة كيف؟ فلما جاءت هذه البنت، وبفضل الله عز وجل، بفضل وعي الشعب الجزائري والشباب تحديدا، شباب وبنات يعني، لما انتبهوا لها يعني وعاملوها مثل ما يعامل السبع الأسد الضباع، يعني أعزكم الله، يعني تمرمدت، وهذاك الذي تستحقه. لما الشعب الجزائري عاملها بما تستحق، يعني ومشروعهم فشل على 3 محاور، سواء في الذي أراده ذلك الشخص عبر تركيا، أو الذي المشروع أرادته الإمارات عبر هذه البنت، أو محاولة تحريك الشعب عبر المخزن. هذا المشروع الثلاثي سقط. تمام. فكان لابد من رد الاعتبار لهذه البنت. من الذي يرد لها الاعتبار؟ الجهة التي أرسلتها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هم يقولون نحن لا نسمح في عملائنا. تمام. يا أيها البنات، يا أيها الشباب، أرواحوا تجندوا عندنا من أجل إسقاط بلدكم، وسوف تعيشون مثل حفصة. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت لكم. مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.